شكرا للسيد الوزير على حسن مساهمتكم. ننتقل إلى قطاع الثقافة بسؤالين. سؤال عن وضعية الخزانات التراثية المغربية للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التقدم الديمقراطي. فليتقدم أحد السادة النواب بطرح السؤال. تفضل السيد نائب. شكرا سيد الرئيس، سيد الوزير، السيدات والسادة النواب. لا يخفى عليكم ما تكتسيه الخزانات التراثية المغربية من أهمية بالغة في حفظ التراث الوطني. بعض هذه الخزانات أصبح يعاني من مشاكل متعلقة بشروط وظروف الحفظ والصيانة وحسن التسيير والإدارة، ما يجعل الكنوز التي تحتويها معرضة للتلف والضياع. تبعا لذلك نسألكم سيد الوزير عن الإجراءات والتدابير التي تنوون اتخاذها من أجل تحسين وضعية هذه الخزانات. شكرا. الجواب السيد الوزير، تفضل. نائبة النواب الأفاضل، كما تعلمون المغرب عبر تاريخ حافل له رصيد وثائقي غني من مخطوطات، وثائق مخزنية، مواثيق عدلية، مراسلات علماء. وهذا الرصيد الوثائقي يوجد في الخزانات التراثية التابعة لوزارة الثقافة، أو في خزانات لبعض المؤسسات الوطنية كالخزانة الملكية، أو في خزانات بعض الجوامع أو الزوايا التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أو في بعض الخزانات الخواص. هناك بعض المعطيات اللي تتبرز الغنى ديال هذا الرصيد. مثلا تتعلموا بأن المكتبة الوطنية تتوفر على ما يفوق على 35 ألف مخطوط، خزانة القرويين 4000 مخطوط، الخزانة العامة بتطوان 3000 مخطوط. هناك كذلك مؤشر تنظيم جائزة الحسن الثاني للمخطوطات سنويا سمحت لنا نكتشفوا ونعرفوا بما يفوق على 35 ألف مخطوط في ملك الخواص. الآن ما هي الإجراءات اللي تقوم بها لتثمين هذا الرصيد الغني؟ أولا على صعيد مستوى البنايات والتجهيزات بعجالة، ترميم وتجديد خزانة القرويين بفاس والخزانة العامة بتطوان، بناء مقر جديد للمكتبة الوطنية وخزانة بن يوسف، إحداث مختبرات جهوية للتصوير الرقمي والميكروفيلمي، وصيانة ترميم المخطوطات في المكتبة الوطنية بالرباط، خزانة القرويين في المكتبة العامة بتطوان، في بن يوسف مراكش. هذو مختبرات جهوية. إصدار فهارس ورقية وإلكترونية تقريبا ديال جل هذا الرصيد. التصوير الرقمي لعدد كبير من المخطوطات. الآن حنا في المراحل الأخيرة لإنهاء هذه العملية ديال التصوير الرقمي ديال هذا الرصيد المخطوطي. ثم الآن نشتغل مع المكتبة الوطنية لخلق شبكة إلكترونية لفهارس المخطوطات المغربية. وشكرا. جواب السيد نائب المحترم، تفضل. تعقيب. نحن متيقنون من أنكم تبذلون قصارى جهودكم من أجل تحسين وضعية هذه الخزانات التراثية علاقة بالموروث الثقافي دائما الغني. قبل قليل أفادنا السيد وزير الاتصال من زاوية إعلامية بتوضيحات فيما يتعلق بموضوع آخر متعلق بالموروث الثقافي. نطلب منكم أيضا توضيحات السيد الوزير من زاويتكم بصفتكم وزير الثقافة حول ما أفادت به وكالات الأنباء الدولية من أن منقوشات صخرية مغربية تعرضت للتخريب. هذا سيد الوزير، هذا الخبر أفادت به وكالة أنباء دولية اكتسى بعدا دوليا شئنا أم أبينا، وما يؤثر طبيعة الحال على سمعة وصورة المغرب، ويشوه واقع الأمن والاستقرار، ويشوه مناخ الاستثمار الذي نريده أن يكون إيجابيا. السؤال: ما الهدف من هذه الإشاعات؟ هل تشويش على التجربة الديمقراطية المغربية؟ من وراء هذه الإشاعات؟ وهذه الجهات الإعلامية هل لها حسابات ما تجاه بلدنا؟ المغرب ليس هو أفغانستان، وليس هو مالي، ولسنا أبدا نختلف عن حالة ليبيا ونختلف عن حالة تونس، لأنه هناك بالفعل تعرضت أضرحة للإتلاف والضياع. المغرب نحن فخورون بمنقوشاتنا التاريخية الصخرية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من تراثنا التاريخي، وتكرس
موروثنا الثقافي المبني على التعددية بالأساس. سيد الوزير، المغرب هو بلد انفتاح، بلد الحرية، بلد التسامح، بلد الهوية الثقافية متعددة الروافد، بلد الحضارة العربية الإسلامية العريقة. أنتم الأمازيغية بالتأكيد. سيد الوزير، أنتم مؤتمنون على صيانة كل هذا من خلال موقعكم، ومن خلال أيضا الحفاظ على هذه المواقع التراثية، ونحييكم على السرعة واليقظة في رد الفعل من خلال البلاغ، من خلال الزيارة الميدانية التي قام بها السيد وزير الاتصال، ومن خلال المبادرة الأخيرة التي قمتم بها. نريد توضيحات أكثر في هذا الملف. شكرا. كلمة السيد الوزير. شكرا سيد النائب المحترم. بغيت نأكد بقوة أن التراث الثقافي الوطني بكل المكونات ديالو شكل على الدوام ولا يزال مبعث افتخار كل المواطنات والمواطنين، مما جعل حمايته وتثمينه من الثوابت ديال الأمة المغربية. ويمكن القول أن الادعاءات الأخيرة تمس بقوة الصورة الحضارية للمغرب، خصوصا أننا نعيش في ظل دستور جاء ليعزز مقومات الهوية الوطنية وليحمي كل فصائل هذه الهوية الثقافية المغربية. ادعاءات خطيرة. أتفهم أن نتقدم بانتقادات قوية، وهذا شيء طبيعي، ضد حكومة أو ضد وزير، ولكن يمكن أن نقبل استعمال مقدسات هذه البلاد ومكونات هويتنا الوطنية المنفتحة على حضارات العالم والمتشبعة بقيمنا المغربية. شكرا. شكرا السيد الوزير. ننتقل إلى نشكر السيد الوزير على حسن مساهمته في هذه الجلسة، وننتقل إلى القطاع المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. عفوا